احداثه والمغامرات اللي فيه. دلوقتي من غير ما اطول عليك نبدا على طول في الفيلم. وبيبتدي فيلمنا في جزيره بعيده اسمها بيرك عايش عليها فايكنج وناس قد المقام يعني، ودي زي ما تبان كده مكان هادي ورايق. بس الحين عندهم كارثه، وهي ان في اعداء بتهاجمهم وتسرق منهم الاكل كل شويه. بس الاعداء دول مش بشر ولا حاجه، لا خالص، دول تنانين. وللسبب ده بقى كل اهل القريه بيكونوا دايما جاهزين علشان يدافعوا عن جزيرتهم. ومن ضمن الناس دي بيكون بطلنا هايكوب الطفل الصغير اللي عمال يجري من هجوم التنانين لحد ما بيمسكوا ستوك، وده المفروض يعني انه اجمد واحد هناك واكتر واحد قتل تنانين، ده غير انه ابو هايكوب كمان. وبيقول لباقي الناس يا جماعه حد يجي يشوف هايكوب ده وقع من مين ويبعدوا عن المكان علشان ضعيف ومش هينفع يحارب معاهم. وبعدها بيروح هايكوب اللي اتضايق من الحركه البايخه دي علشان يشتغل مع جروب، وده بيصنع سيوف للجنود علشان الحرب. بيفضل هايكوب يتحايل عليه انه عايز يطلع يحارب معاهم ولو مره واحده بس علشان يثبت انه مش جبان، بس بيقول له جروب انه ممنوع ويسيبه ويمشي علشان يستعد للحرب. وبيكون من ضمن اللي بيستعدوا بنت اسمها ستريد، ودي بقى كراش الطفوله بتاع هايكوب واللي عينه منها، بس هيوقعها في حبه ازاي وهي بتحارب وهو لا. وبعدها بيفضل هايكوب قاعد مستني لحد ما بيهجم على المدينه تنين عملاق مختلف عن اي تنين تاني واسمه نايت فيرويوس، وده اغبى تنين فيهم وعمر ما حد قدر انه يلمسه قبل كده. ولما كله بيطلع وينشغل في الحرب بياخد هايكوب اختراعه اللي اشتغل عليه فتره كبيره وبيروح علشان يستخدمه ويجربه ضد التنين علشان يثبت للناس انه جامد زيهم واجمد كمان. وفعلا بيقف في حته ضلمه لحد ما بيخلي التنين في متناول السلاح بتاعه ويرمي عليه شبكه، وفعلا بيقدر انه يصطاده. بس قبل ما يحتفل بقى ويفتكر انه عمل حاجه ما حدش عملها قبل كده بيهجم عليه من ظهره تنين تاني وبيفضل يجري ورا هايكوب اللي هو اصلا على باب الله بيخاف من خياله لحد ما يتزنق ورا عمود وخلاص التنين هيقتله. بس هنا بقى بيظهر ابوه في اخر لحظه علشان ينقذه وبيمسك التنين وبيفضل يضرب فيه بكل سهوله لحد ما يخلص عليه. وبعدها بينسحب التنين وياخد باقي اصحابه معاه. وبعدها بيفضل ستوك يهزق ابنه وبيقول له انت كنت هتضيعنا كلنا علشان تعمل نفسك شبح وتبين انك بتعرف تحارب. وبيفضل هايكوب يقول له انه قدر يصطاد التنين القوي اللي عمر ما حد لمسه قبل كده. بس طبعا ابوه بيقول له انت كذاب وعمرك ما تقدر تعمل حاجه. وبيجمع سكوت المدينه كلها وبيقول لهم من الاخر كده احنا التنانين كده كل شويه هتيجي تقتلنا وتسرق مننا الاكل، فلازم نروح كلنا علشان نهاجم عش التنين ونطردهم من هنا للابد. بس طبعا محدش من الفايكنج بيرضى يمشي ورا سكوت لحد ما يقول لهم طب ايه رايكم بقى اللي مش هيجي معايا هسيبه هنا علشان يفضل قاعد مع ابنه. فكله طبعا بيقول لا احنا نروح وخلاص. وفي الوقت ده بيمشي هايكوب من المكان وهو متضايق وبيروح علشان يدور على التنين اللي كان يصطاده لحد ما لقاه. وبيستخبى هايكوب ورا صخره ويقول بس كده انا اخد التنين ده وارجع لاهل المدينه اقول لهم اني شبح وجامد وساعتها محدش يقدر يتريق عليا. وفعلا بيروح هناك هايكوب وبيطلع الخنجر بتاعه علشان يقتل التنين، بس بتيجي عينه في عين التنين ومش بيرضى يعمل له حاجه وبيفكه. لما بيقوم التنين بيهجم على هايكوب بس برضه مش بيرضى يعمل له حاجه وبيطير بعيد عن المكان. وبيرجع هايكوب للمدينه من غير ما اي حد يعرف حاجه عن اللي حصل. وبيلاقي ابوه واقف وبيقول له انه سايبه هيروح علشان يدور على عش التنين ويحاربهم. وبيروح بقى هايكوب علشان يشوف هيعمل ايه في حلبة التنين وهيتدرب ازاي، وهناك بيكون جورو موجود وجاهز علشان يدربه. بس طبعا بيكون هايكوب ضعيف ومش متمرس في الحروب والحاجات دي، هو اخره يمسك الدرع ويفضل واقف لحد ما التنين يهجم عليه. فبيطلع يجري وهو مرعوب لحد ما يقع على الارض. وبيزعل هايكوب انه مش شجاع ولا قوي زي الباقي وبيروح تاني للوادي اللي فيه التنين اللي كان يصطاده، وهناك بيلاقيه لسه موجود وعمال يطير بس مش عارف. لما بيعمل هايكوب رسمه تخيليه للتنين ده بيعرف انه ديله اتقطع وبيفضل حاسس بالذنب لانه هو اللي ضرب عليه الشبكه في الاول واكيد دي سبب الاصابه. بيرجع بالليل علشان يشوف ايه قصه النوع ده من التنانين وازاي يقدر يساعده، بس في الكتاب مش بيكون فيه اي معلومه عنهم، وده ببساطه علشان اي حد حاول انه يواجه التنين ده قبل كده ملحقش يكتب حاجه علشان التنين خلص عليه. وبنروح لستوك اللي مصمم انه شبح ويقدر على التنين مع رجالته، وبيفضلوا ماشيين في الميه لحد ما يوصلوا لمكان كله ضباب ومحدش شايف حاجه وراه. ولما بيعدوه فجاه بتهجم عليهم التنانين وبيتحط عليهم جامد علشان يقرر
قرر ستوك انهم لازم ينسحبوا، وفي الوقت ده بيكون هايكوب قرر يصاحب التنين وجاب له معاه سمكه علشان ياكلها التنين وهو مبسوط، وبيسيب كمان نصها لهايكوب اللي بيقرر انه يلمس التنين، وفعلا بيلاقيه مش مؤذي ولا حاجه وبيسميه توسلس. وبيرجع بعدها ورشه تصليح السيوف وبيفضل يصنع في حاجه يركبها في ديل توسلس علشان تخليه يطير عادي، وبيروح له بيها تاني يوم، وبيكون كمان معاه برميل كبير كله سمك من كل الانواع. بس بيلاحظ ان توسلس خايف من تعبان البحر ومش بيقدر يقرب منه، فبياخده هايكوب يرميه بعيد وبيروح علشان يركب الديل ده للتوسلس، واللي فعلا بيتبسط بيه وبيبدا يطير وياخد معاه هايكوب. بس في نص المسافه بيقع هايكوب من عليه في الميه علشان كمان يقع توسلس وراه، بس بيكون الاتنين مبسوطين وخلاص قرروا يكونوا صحاب. وبيروح هايكوب حلبة التدريب بعد ما عرف شويه اسرار عن نقط ضعف التنين، وبيفضل كل مره يستخدم حاجه جديده لحد ما بقى شبح، وكل التنانين بيتخاف منه ومفيش تنين يقدر يقف قدامه، وكله بيكون مبسوط وفاكر ان ده تطور في المستوى بسبب التدريبات وكده. الا السرد اللي الموضوع ده مش بيدخل دماغها وبتقرر انها تروح ورا هايكوب وتشوفه بيعمل ايه، علشان طبعا بيتغير منه بعد ما اخد الشو كله في ارض التدريب. وفي الوقت اللي هايكوب بيعمل فيه تقدم كبير جدا مع التنانين، بيرجع بوبي الجيش بتاعه علشان يحكي للناس المأساة اللي حصلت معاهم، وان التنانين طلعوا عليهم من ورا الضباب وعملوا معاهم الجلاشه. بس بيقول له جورو يا عم تنيني وبتاع ايه، مش ابنك بقى فاجر ومفيش تنين بيقدر عليه وشكلك كده ظلمته وما كنتش عارف بس تطلع احسن ما فيه. وده خبر طبعا بيبسط ستوك جدا. وفي الوقت ده بيكون هايكوب مع صاحبه توسلس وعمالين يطيروا ولا على بالهم اي حاجه بتحصل في الجزيره، لحد ما يبقى خلاص الاتنين بيقعوا. بس بيقدر توسلس انه ينقذ هايكوب في اخر لحظه علشان يخلص بينهم اللقاء ده، وبيرجع هايكوب البيت وهو مبسوط. وهناك بقى بيلاقي ابوه كمان رجع وعرف الاخبار كلها، وبيقول له ستوك ايه رايك بقى انت كده بدات تعجبني، ويديله خوذه امه ويقول له انا عايزك تركز علشان بكره حكيمه القبيله هتيجي علشان تختار واحد من اللي بيتدربوا علشان يقتل اول اتنين ليه ويبقى فايكنج معانا. وتاني يوم بيكون الماتش بين هايكوب واسترد اللي بتفضل مركزه برضه وتحاول على قد ما تقدر انها تجيب اخرها وتكسب. بس طبعا بيكون هايكوب عارف كل نقط ضعف التنين وبيفضل يستخدمها لحد ما هو اللي يكسب. وبتعلن بعدها الحكيمه ان هايكوب هو الشخص المناسب، وبكره لازم يجي الحلبة علشان يقتل اول اتنين ليه وينضم للجيش على طول. وطبعا ابوه بيفضل واقف وفخور بيه، بس استرد طبعا بتتنفسن منه وبتقرر انها تدور مين اللي يدربه. ده من يومين كان على الله حكايته ملوش في اي حاجه، وفعلا بتوصل للمكان اللي دايما بيروح له هايكوب. بس لحسن الحظ مش بيكون توسلس هناك. لما بيشوفها هايكوب بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا وانت ليه غيرانه مني. تضربه استرد علشان يشوفها توسلس ويروح عليهم جري عايز ينتقم لصاحبه، بس بيقنعوا هايكوب ان ده غلط وان استرد دي صاحبتهم. وطبعا بتفضل استرد واقفه مصدومه ومتنحه، وبتقرر انها لازم ترجع تبلغ المدينه وتقول لهم بقى تعالوا شوفوا اللي انتوا فاكرينه جامد وهيحمينا من التنين بيعمل ايه، ده مصاحبهم. ولما بتحاول انها تجري للمدينه بيروح وراها توسلس علشان يمسكها ويطير بيها لفوق لحد ما ينزلها على شجره ويسيبها بقى متعلقه عندها. وبعد كده بياخدوا هايكوب ويطير بيه ويقول لاسترد اسمعي مني انت ظلماهم، وبياخدها معاهم ويطير علشان تتبسط استرد بكل حاجه وتفضل مبسوطه ومش مصدقه نفسها. وبيعدي بيهم توسلس الضباب علشان يوصلهم لعش التنين، وهناك بيلاقوا كل التنانين سارقين اكلهم بس مش بياكلوه ولا حاجه. دول بيروحوا يرموه لتنين عملاق عايش في حفره عملاقه. المشكله ان التنين العملاق ده لو اي تنين عادي جاب له اكل قليل بياكل التنين شخصيا. والتنين المرعب ده بيشوف هايكوب وصاحبته راكبين على توسلس فبيقرر انه يهاجمهم، بس بيقدروا يهربوا من الحفره دي في اخر لحظه. وبيجي تاني يوم، اليوم اللي المفروض هايكوب يقتل فيه التنين، وبيدخل الحلبه ويطلع عليه التنين، وبيفضل هايكوب واقف قدامه مش عايز يهجم عليه بعد ما عرف الحقيقه، لحد ما يقول له كل لبس الحرب ويقول للي واقفين انا مش هقتل حد، انا مش عايز ابقى زيكم، انتوا بس ما تعرفوش الحقيقه. وهنا طبعا ابوه بيتنرفز ويتجنن وبيقرر انه يضرب بالمطرقه بتاعته على الحديد. ولما بيسمع التنين الصوت ده بيخاف ومش بيعرف يتحكم في نفسه وبيهجم من جديد على هايكوب. والمره دي بقى بيكون عايز يقتله وبيفضل يطلع نار وكده. وهنا بتقرر استرد انها لازم تساعد صاحبها وبتنزل الحلبة معاه، بس بيكون التنين متوحش جدا ومحدش قادر عليه، ويقدر فعلا انه يزنق هايكوب اللي مش بيعرف يعمل ايه. فبيفضل يصوت وبيسمعوا توسلس اللي بيقوم من الوادي بتاعه بيروح بسرعه للحلبة علشان يحرقها، وبينزل بعدها للتنين اللي كان عايز يقتل هايكوب علشان تحصل بينهم معركه، لحد ما بيقدر توسلس انه يهزم التنين التاني ويخلص عليه. وبعدها بقى بينزل كل اهل مدينه الفايكنج الحلبة علشان يضربوا توسلس، بس بيقدر يتعامل معاهم بكل سهوله. حتى ستوك اللي عامل نفسه شبح مش بياخد
بياخد في ايد توسلس حاجه ويوقعه على الارض، وبيقرر انه لازم يخلص عليه. بس قبل ما يلمسه بينادي عليه هايكوب وبيخليه يوقف هجوم، وطبعا كل اهل المدينه بيجروا على توسلس وبيستغلوا اللحظه ويقبضوا عليه. وبيروح هايكوب لابوه يقول له خلي بالك اللي بتعمله ده غلط، والتنانين دي مش بتسرقنا علشان عايزه تاكل ولا حاجه، هما بيسرقوا علشان لو التنين العملاق ما اخدش اكل هيقتلهم واحد واحد. وانا بيفهم السوق ان ابنه راح هش التنين، واكيد اللي عرفه مكانه توسلس. بياخد توسلس معاه على المراكب وبيسيب المكان ويقول لابنه انه خذله وخلى شكله وحش قدام الناس، علشان كده انت لا ابني ولا عرفك. وبيفضل هايكوب قاعد على الجزيره زعلان من اللي حصل لحد ما تيجي استرد وتقول له بقول لك ايه، توسلس ده صاحبك وانت من اول ما سبته حتى بعد ما اصطدته وانت مرتبط بيه، فاعمل اي خطه علشان تنقذه، انت كده كده عارف هم رايحين فين. وفعلا بيرجع هايكوب علشان يطلع كل التنانين اللي في حلبة التدريب ويقول لهم انا مش عايز غباء، احنا كلنا عندنا عدو واحد دلوقتي، التنين العملاق. وفي الوقت ده بيكون سكوت وصل لجزيرة التنين بعد ما راقب حركات توسلس اللي مربوط في المركب، وهناك بيخلي الجيش يهد الصخور بالمنجنيق لحد ما يكسروا، بعد كده يرمي عليهم كور نار علشان كل التنانين تهرب من جوه. وبيفضل يحتفل مع باقي الجيش وفاكر انه كده جامد وانتصر، وبيقول لهم الموضوع طلع سهل اهو، امال مكبرين الموضوع ليه؟ بس هنا بقى بيتهز بيهم الجبل وبيطلع من تحته التنين العملاق، اللي اول حاجه بيعملها انه بيحرق كل المراكب، وبكده يبقى سكوت ورجالته لبسوا في المكان ده يا يموتوا يا تحصل معجزه ويعيشوا. وقبل ما يخلص التنين العملاق عليهم بيوصل هايكوب مع تنانين التدريب وبيفضل يهجم على التنين العملاق، بس طبعا من غير فايده لحد ما بتتحرق المركب اللي كان عليها توسلس مربوط. فبينزل وراه هايكوب وهو عايز يلحقه، بس للاسف مش بيقدر يفك السلاسل ويغمى عليه. وهنا بقى بيقرر السوق انه يبقى محترم لاول مره في الفيلم، وبيقول ان ابنه هو اللي انقذه من شويه، علشان كده بينزل وراه البحر ويطلعه، وبعدها بينزل تاني ورا توسلس وبيفك السلسله بتاعته علشان يطلع تاني على الارض. وبياخده هايكوب ويقول لابوه انا لازم اخلص على التنين العملاق ده، علشان يقول له السوق على فكره انت اجمد واحد فينا وانا ظلمتك. وفعلا بيروح هايكوب مع توسلس وبيجموا على التنين العملاق، وبيفضل توسلس يطير عالي ويستخبى بين السحب وينزل يضرب التنين من غير ما يشوفه لحد ما بيتعصب التنين وبيقرر انه ينزل وراهم بسرعه، وقبل ما يطلع من بقه نار بيضربوا توسلس في بقه علشان يولع فيه كله وبيموت التنين العملاق. بس للاسف ديل توسلس اللي هايكوب عامله بيتحرق علشان يقع توسلس بهايكوب في نص النار. وبعد ما الدنيا بتهدى شويه بيجري السوق على المكان اللي ابنه وقع فيه علشان ما يلاقيش هناك غير توسلس، فبيزعل جدا ان ابنه مات وبيفضل يعيط عليه لحد ما بيطلع توسلس مخبيه علشان يفرح ابوه ياخده معاه المدينه تاني. ولما بيفوق هايكوب بيلاقي نفسه رجله اتقطعت وركب رجل حديد بدلها علشان يبقى هو وتوسلس كل واحد في جزء من جسمه حديد والاتنين بيساعدوا بعض. وبيطلع بره علشان يلاقي المدينه بقت كلها تنانين عايشين مع البشر عادي، وكل ده بسببه وبسبب انه شاف الحقيقه وحارب علشانها. وبس كده بيخلص الجزء الاول من فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش عننا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، واستنونا في فيلم جديد وجزء جديد، واشوفكم على خير ومع السلامه.